ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ انا جيت لكم النهارده بقى ومعايا بطاطا. بما ان احنا في موسم البطاطا، عايزين نعمل احلى بطاطا باللبن وجوز الهند في الفرن، كلها غذاء وفايده، وباللبن كمان عشان اولادنا، عشان حبايبنا، عشان برضو نحي. انما ايه، طعمها هيجنن، بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، ومش مكلفه خالص. هما بس شويه جوز الهند والباقي كوبايه لبن، مش عايزين اي حاجه تاني خالص. والكيلو ب10 جنيه، يلا نلحق يعني نجيب منها بطاطا وناكل. يلا بينا على الوصفه ونقول بسم الله، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. يلا نقول بسم الله ونبدأ. بصوا يا جماعة، احنا هنقشر البطاطا زي ما بوريكم كده. انا طبعا مش هوريكم في كل كمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام، هقشرها بالمقشرة بقى، بالسكينة زي ما تحبي. انا بحب بالمقشرة عشان ايه؟ اشيل حتة رقيقة، ما تبقاش الجلدة كلها ايه بتتشال، او اللحمة بتاع البطاطا. يا جماعة استغلوا طبعا الفرصة، البطاطا رخيصة جدا، وهنعمل كذا صنف منها. المرة دي هنعملها كده نظام الصينية المهروسة مع جوز الهند وزبيب، وطبعا عندك اي مكسرات زي ما تحبي حطي. انا اللي كان متوفر عندي زبيب وجوز هند. ان شاء الله في كذا طريقة، هنعملها بالبشاميل، وهنعملها طبعا مع الخضار. بطاطا بتبقى حلوة جدا ومفيدة ومغذية وكلها فيتامينات والله، والكبار كمان بيحبوها والأطفال. طبعا بقى مشوية في الفرن والمسلوقة، هنعمل جميع الطرق بتاعتها، بس طبعا هنزل لكم كل طريقة لوحدها. لو طريقة بسيطة هنزلها لكم مع فيديو تاني. تمام، انا بقطعها لان انا هحطها على النار، مش عايزاها تبقى سميكة، عايزاها تستوي بسرعة جدا من غير كمية مية. انا مش هحط لها مية كتير قوي، هحط لها كمية بسيطة. بس عايزاها تستوي على البخار كده بتاع المية. انا حطيت تقريبا يا جماعة، دي كانت كيلو ونص، حطيت له نص كوباية مية او اقل كمان. بس انا اوريكم بس نقطعها ازاي، مش عايزينها مكعبات كبيرة. نحطها بقى في الحلة بتاعتنا، اوريكم بقى انا خلصت كل الكمية بتاعتي، وهبتدي ايه احطها على النار. انا بس قطعت لكم كام واحدة كده، بس طبعا مش هنطول بقى الفيديو عليكم. فدايما بوريكم خطوات من اللي احنا بنعملها، بكمل طبعا انا الباقي. بس لما الاقي في حاجة فيها، بس خلاص كده يا جماعة، كمية هي كيلو ونص. حطيت عليها كوباية سكر، مش مج، كوباية صغيرة، وحطيت كوباية مية. تمام، بس وهرفعها على النار. طبعا الكمية كبيرة جدا، انا برضو يعتبر المية مش كتير عليها. بس بقى يا جماعة، كل شوية خلاص هي ابتدت تتربص بالبخار، مش عايزة المية تفضل موجودة فيها خالص. وانا برفعها عشان اكمل آه الطريقة بتاعتها، عايزاها تكون طرية خالص خالص. بصوا المية البخار بتاعها، طبعا بعلي وبخلي بالي ان هي ما تتلسعش مني، بقلبها كل ايه شوية. بصوا يا جماعة، هي خلاص كده طريت خالص وما بقاش فيه مية. هبتدي انقلها بقى في بولة زي ما انت عايزة، بقى بولة ازاز. انا كان البولة الكبيرة اللي بحب استخدمها هي البولة بلاستيك دي، يعني البلاستيك بتاعها نوع نضيف، انا بحب جدا استخدم فيه الحاجة. بس بقى هطلعها كلها من الحلة. بس انا خلاص طلعتها يا جماعة كلها. بصوا حتى كانت متكرملة من كتر ما هي طريت خالص. هنبتدي بقى نهرس فيها. اللي احنا محتاجينه دلوقتي يا جماعة هو اللبن والزبيب وجوز الهند بس. وطبعا انا حطيت رشة فانيليا، بس للأسف هي مش هتبقى باينة لكم في الفيديو هنا، بس يعني هي حلوة ان انتوا تحطوها، تدي طعم ونكهة حلوة جدا للبطاطا برضو. بصوا اللبن كمان بيسهل جدا عملية الهرس بتاعتها. مش قادرة اقول لكم، انتوا بقى تقولوا لي تبقى طرية وهتفرول، لا خالص والله. الكوباية اللبن دي يا جماعة على الكيلو ونص 400 جرام،
400 جرام لبن على 1.5 كيلو. تمام، احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة اهو. هبتدي بقى احط لها يعني 3 معالق سكر بس كده عشان تتكرمل وهي في الفرن. انا حطيت 5. مش عايزة تزودي سكر، وعايزة لما تطلع تحط لها معلقة عسل كل قطعة براحتك. انا ساعات بعملها كده من غير سكر خالص، بحط عليها عسل بعد ما تطلع من الفرن فوق الوش كده. يا جماعة بقى عايزة افكركم بما انكم لسه معايا في الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس ويكتب لي كومنت حلو كده ولايك ويقول لي الوصفة جربها ولا لا، وجربوها وقولوا لي ونفسكم نعمل كمان مع بعض. يلا، انا دلوقتي حطيت زبيب وجوز الهند. جوز الهند تقريبا كوباية، في نفس حجم كوباية السكر اللي حطيناها الاول، شوية زبيب. عايزة بقى تكتري كتري، يعني عندك مش حطي، عندك قراصية بيبقى طعمها تحفة في وسط كل ده، حطي زي ما تحبي خالص. انا استكفيت بس بجوز الهند والزبيب، ودول بصراحة اللي كانوا متوفرين عندي. لو كان عندي بقى حاجة تانية كنت رشتها فوق الوش كده. وعشان نكمل بقى الدلع بتاعها، اللي عنده حتة زبدة هيحط معلقة، ما عندكيش سمنة بلدي، ما عندكيش يعني اي نوع متوفر عندك هيقوم بالغرض. بس لو كانت طبعا الحاجة بتبقى بلدي طعمها بيكون احلى وانضف بكتير وافيد. طبعا انتوا عارفين ان السمنة النباتي مش زي السمنة البلدي، بس طبعا سعرها والكلام ده كله، فاحنا المتوفر عندنا بنقدر نتعايش بيه، نقدر نظبط النكهة. لو ما عندكيش سمنة او زبدة، على فكرة ممكن تحطي حتة قشطة، هتقوم برضو بالواجب بدل السمنة والزبدة والكلام ده كله. بس بقى كان في اللبن شوية قشطة، طبعا لا يمكن اسيبهم لازم نستغلهم. خلاص، دول كان اخر حبة لبن انا زودته. طبعا ما تخليهاش دايبة قوي عشان برضو ولا تبقى ناشفة قوي، خليها يعني السمك بتاعها في الوسط. انا هنا زودت شوية جوز الهند، طبعا ده حسب رغبتك، يعني عندك مكسرات هتحطي بعد ما تطلع كده شوية فوق الوش يكونوا متكسرين، تبقى تحفة برضو، كلها فايدة. وتدفي كده في الشتا بقى والبرد اللي احنا فيه. خلاص انا خلصتها اهو، هحطها بقى في عندك صينية ألمونيا زي ما تحبي. انا حطيتها في حاجة بورسلين يعني تبقى افضل كمان، عشان وانتي بتطلعيها تعرفي تطلعي القطعة ماسكة بعضها كده متماسكة كويس. هفردها بقى فردة مظبوطة كده، وكنت طبعا مسخنة الفرن يا جماعة. هي هتقعد في الفرن بالظبط يا جماعة 10 دقايق، درجة حرارة 180. طبعا تكوني مسخنة من قبلها ومولعاه، يعني يا دوبك وانتي بتعمليها مش هتاخد معاكي ثواني تكوني مولعة الفرن. بص بقى حاجة كده للون فوق الوش. انا خدت حتة سمنة صغيرة، بصوا دهنتها بالسباتيولا كده، بص بكل سلاسة هي كانت زي الفل، مش محتاجة اي حاجة، يعني تقريبا الشكل بيقول كل حاجة حلوة. بس وخلاص كده هي كده على الفرن، خرجت اهي بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة كانت تحفة. عايزة اوريكم بس القطعة وهي بتطلع كانت قد ايه حلوة وجميلة. بصوا ما لزقتش وما فيهاش اي حاجة والعسل بصوا والحروف متكرملة ازاي.